ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده اهم اسئله ماده مصادر الالتزام فرقه تانية، سواء حقوق عربي سواء حقوق انجليزي جامعه طنطا. تمام، الماده دي ناخد بالنا منها. طبعا هي الماده كبيره متلغاش منها حاجه، غير حاجات بسيطه قوي، لكن كده كده اللي بيذاكر من مذكرات رايت هي ده المقرر فقط لا غير كل المذكرات. تمام، اول حاجه التعبير الصادر من النائب اللي هو النيابه في التعاقد، ده مهم جدا 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 وهتدخل ان شاء الله غالبا بتلاقيه في الامتحان. تمام، تكلم عن الايجاب في العقد، مهم جدا. تكلم عن القبول في العقد، مهم جدا. تكلم عن الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي. تكلم عن التعاقد مع دفع العربون. تكلم عن الأهلية اللازمة لصحة التراضي في العقد. تكلم عن الغلط باعتباره أحد عيوب الإرادة في التعاقد. تكلم عن الإكراه باعتباره عيب من عيوب الإرادة. تكلم عن الاستغلال باعتباره عيب من عيوب الإرادة، مهم جدا. تكلم عن الآثار التي تترتب على العقد الباطل بطلان مطلق، مهم. تكلم عن الإجازة والتقادم في العقد الباطل بطلان مطلق. تكلم عن تقرير البطلان في العقد الباطل بطلان مطلق. تكلم عن الإجازة والتقادم في العقد القابل للإبطال اللي هو الباطل بطلان نسبي، مهم جدا. تكلم عن التعهد عن الغير، مهم. تكلم عن الاشتراط لمصلحة الغير، ده مهم جدا والدكتور بيأكد عليه في المحاضرات على طول، فإن شاء الله هتدخل هتلاقيه في الامتحان. تكلم عن تفسير العقد، مهم جدا. تكلم عن التزام المتعاقدين اللي هو العقد شريعة المتعاقدين. تكلم عن شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، مهم جدا. تكلم عن آثار الدفع بعدم التنفيذ. تكلم عن الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام. أنا مش عارفة أنا بتكلم بسرعة ولا إيه، بس هحاول ان انا ابطأ شوية. تكلم عن شروط الوعد بالجائزة. وضح اثر خطأ المضرور في المسؤولية التقصيرية، مهم جدا. قارن بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، مهم جدا. هو سؤال يعتبر جزء من اليمين على جزء من الشمال. تكلم عن شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة، مهم قوي 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 والدكتور بيأكد عليه في المحاضرات. تكلم عن شروط مسؤولية المتبوع، مهم جدا جدا جدا. تكلم عن أساس مسؤولية المتبوع. تكلم عن شروط مسؤولية حارس الحيوان. تكلم عن أساس مسؤولية حارس البناء وكيفية نفيها. تكلم عن أساس مسؤولية حارس الأشياء وكيفية نفيها. هو المهم 29 سؤال، بس 29 سؤال بالنسبة لمادة مصادر الالتزام وإن هي كبيرة قد إيه، كبيرة جدا، فدول يعني مش كتار خالص، مش كتير يعني. الاسئله اللي انا قلت عليها مهمه جدا لو انتوا حابين ان انتوا تبداوا بيها. تمام، طيب انا هعمل ايه في بقيه المنهج؟ ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تدخل مش قاري. ليه؟ لان اولا الامتحان بيجي صح وغلط وبيجي اجباري، فما ينفعش تحط نفسك في موضع ان انت تضحي بالتقدير. والله بقى الناس اللي عايزه تضحي بالتقدير دي على مسؤوليتها، بس انا بتكلم الاسئله المهمه دي تبدا تذاكر بيها وتختم بيها، لان دي اسئله متعارف عليها في الامتحانات والدكتور بيأكد عليها، وكمان ما ينفعش الامتحان يخلو منها. تمام، فان شاء الله في الفيديو الجاي هنقول اخر توقع بقى، وهو اجتهاد وتوفيق من عند ربنا، وهنقول نظام الامتحان وطريقه الاجابه. اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام.